تخيلوا إنكم تحولوا اللابتوب بتاعكم لماكينة فلوس تكسبكم فوق ال700 ألف جنيه قبل ما توصلوا لسن ال30. أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. بدون مبالغة أنا عديت ال700 ألف جنيه. قولوا ما شاء الله. وده طبعا ما كانش في سنة ولا سنتين، ده على مدار رحلتي. أنا كمان بطلت أحسب، كل اللي أنا قدرت أحسبه من خمسات المبلغ ده. وكمان الكلام ده كله موثق في فيديو بتاع خمسات، هسيب لكم اللينك بتاعه عشان تعرفوا ان ده كان عن طريق بيع خدمات بالفعل، مش كلام وهمي زي باقي القنوات اللي بتأفلم. ففي الفيديو ده حلقة رغي وفضفضة هجاوب فيها على كل أسئلتكم اللي بتسألوها مع نفسكم. هل المجال ده مربح فعلا؟ طب ازاي ندخل المجال؟ وهل هو مع الذكاء الاصطناعي بقى ليه مستقبل ولا لأ؟ فيلا نسمي الله، نعمل حاجة كده نشربها. والفيديو ده طويل وأنا آسفة جدا على الإطالة، اعتبروه بودكاست كده ويلا بينا نبدأ. طيب، أهلا يا شباب، عاملين إيه؟ لو بتسألوا في البداية كده الجرافيك ديزاين ده مربح ولا مضيعة للوقت، وكسبت منه قد إيه، وإزاي أوصل للنجاح بسرعة، يبقى أنتوا في الفيديو الصح. أنا بدأت تصميم وأنا تقريبا في 5 ابتدائي. في 5 ابتدائي مثلا. كان وقتها الكمبيوتر ده حاجة كده نادرة في البيوت المصرية. وقتها أنا ما كنتش عارفة إن أنا بتعلم حاجة هتكسبني فلوس، وقلت ده قبل كده في فيديو إن أنا كنت واخدة الموضوع لعب، مجرد بنت صغيرة زهقانة من الألعاب بتاعة تلبيس البنات والميك اب والجو ده. وكنت بحب إن أنا أتعلم إزاي أغير في ملامح البشر وأحط راس بني آدم على جسم سوري حيوان. وكان ده بالنسبة لي حاجة كده تسلية، يعني كان بالنسبة لي لعبة. اتعلمت الأدوات طبعا مش بشكل بروفيشنال ومش بشكل أكاديمي، بس قلت هو ده إيه اللي أنا بحبه. كبرت بقى ودرست، بس درست حاجة ملهاش أي علاقة بالجرافيك ديزاين. بعد كده اتحولت من ان ده كان هواية عندي من الصغر، لان دي وظيفتي. واتعلمتها بقى وخدت كورسات فيها، بس كانت كورسات اونلاين عن طريق اليوتيوب. تمام. طيب، بدأت مع مين في الاول؟ مع استاذنا الكبير طبعا، مصطفى مكرم والجمال ونور ديزاين مؤخرا في تصاميم السوشيال ميديا. طيب، انا ازاي كسبت المبلغ اللي انا كاتباه في العنوان ده بدون مبالغه؟ والله يشهد، والله يشهد على كلامي ان انا مش ببيع هوا. والله بالفعل، الحمد لله الحمد لله، ربنا اكرمني وده بالفعل حصل. طيب، حصل ازاي؟ انا في البدايه طبعا كنت زي اي حد مش عارفه ابدا ازاي وابيع اول تصميم ليا ازاي. فكنت باعمل تصاميم وهمية وأقلد بقى الزملا بقى وأعمل التصميم نص قص ولزق، وأنزل التصميم وأستنى عميل يكلمني. وكان كل تعاملاتي على الفيسبوك، كنت بنزل في جروبات بتاعة المصممين وأكتب إن أنا مصممة مبتدئة ومحتاجة شغل والكلام ده كله. فكانوا بيكلموني عملاء، في منهم النصابين طبعا وفي منهم اللي كانوا صادقين. في البداية على ما أتذكر أنا اشتغلت مع حد مصري، كان شغال، أعتقد كان حد مصري وقاعد في السعودية، بدون ما أذكر اسمه يعني عشان نصب عليا. قعدت أشتغل معاه تقريبا شهر كامل، أو لأ، شهر و10 أيام. أشتغل بشكل يومي، كان بيطلب مني تقريبا تصميم أو تصميمين كل يوم. تمام. لعُملا تانيين، يعني هي تقريبًا كانت شركة تسويق بس على صغيّر كده، وأشتغل لعُملا تانيين من غير بقى فلوس بقى. فضلت أشتغل كتير أوي لحد لمّا جه الشهر وأنا باتكسف جدًا وباتحرج أطلب أي حاجة وصغنونة بقى ومكسوفة. فلمّا لقيت الموضوع طوّل، الشهر عدّى وعدّى 10 أيام، طالبت بحقي وكانت الإجابة بلوك. وعياط بقى كتير بقى وإحباط كتير، وكنت هاسيب المجال مش هاتطرق لقصة كفاحي. بس اللي حصل وقتها كانت مأساة بالنسبة لبنوتة صغيرة نفسها توصل لحاجة، وتعبت واجتهدت وفي الآخر بلوك، رغم إن وقتها كان تصاميمي حلوة مقارنة بإن أنا لسه بادئة يعني. تمام، وهو دايمًا كان مشكّر فيها ما شاء الله. المهم،
بعد ما خلّصت المرحلة القذرة دي من حياتي، قابلني عميل تاني كان برضه مصري وقاعد في السعودية، كان عنده شركة أجهزة أمنية، مش عايزة برضه أوضّح أوي برضه، بس كان والله حد كويس. كان بيقبضني، اي نعم ما كانش بيقبضني في ميعادي طبعا، وكنت بتحرج ان انا اطلب حقي. بس على مره كنت بطلب حقي، ولما كنت بطلب حقي كان دايما يعني ايه، زي ما اكون انا بشحت. بس كان بيديني حرام، يعني ما كلش عليا فلوسي بصراحه، يعني خلينا واثقين. كنت بقبض وقتها 3000 جنيه. 3000 جنيه دي وقتها كان مبلغ كبير جدًا، وما زال خلّي بالكم، يعني ما زال بالنسبة لحد مبتدئ مبلغ حلو جدًا. فما شاء الله يعني الموضوع بدأ معايا على واسع. فشهر تقريبًا كمّلت معاه شهرين 3، 3 شهور، 3 شهور كده، وحصل شوية تنشنة في الكلام، وإيه ما حبيتش أكمّل معاه. فضلت رجعت تاني من غير ولا وظيفة، وقعدت أدور على شغل وأطور من شغلي وأنزل على فيسبوك. بعد بقى ما نزلت شغلي برضو قابلني أكتر من عميل. في اللي كان بيطلب بالقطعة، يعني تصميم واحد. وقتها أعتقد كنت بعمل التصميم ب100 جنيه أو يمكن أقل. كنت بعمل ب100 جنيه، ولو كمية يعني مثلا 10 تصاميم كنت بحسبهم بمبلغ أقل، يعني مثلا ال10 تصاميم مثلا كان ب700 أو أقل، مش فاكرة. وقتها المجال ما كانش لامم أوي والله يعني، وكانت الدنيا تمام. يعني دلوقتي مثلًا لو أنتم لسه بادئين المجال هتلاقوا ناس بتعرض التصميم ب50 جنيه وكلام مش مفهوم كده. بس والله لأ، وقتها كنت عاملة سعر كويس مقارنةً بمستوايا وبالزمن اللي أنا بدأت فيه، يعني أنا بادئة من 8 سنين. فالحمد لله وقتها ربنا أكرمني، واشتغلت مع أكتر من شركة، وواحدة واحدة واشتغلت مع شركة في الأردن. صاحبها كان حد محترم جدًا، جدًا فوق ما تتخيلوا. طيب أنا العرض اللي جالي اللي أنا باقول لكم عليه، الشركة من الأردن والسعودية والكلام ده كله، بدأ بقى ييجي لي عن طريق إيه؟ أنا بدأت يا جماعة موقع خمسات من 2016، وأنا باعافر إن أنا أبيع خدمة. تمام. وكنت راكنة الخدمة جدًا ويأسانة وحاسة إن أنا مش هييجي لي أي عروض. بعد ما بدأت إن أنا أركّز في الخدمات المطلوبة، في كده مكان أنا علّمتكم برضه، اللي اتفرّج على الفيديو هيفهمني. في مكان كده العُملا بيطلبوا فيه خدمات، أنتم بقى بتقدّموا عروضكم، زي مستقل كده تمام، عرض وطلب. فده بدأ يخلّي ليّا ظهور، فأول خدمة اتباعت، جَرّت تاني خدمة وهكذا، وهكذا. خمسات بصراحة على عكس ناس كتيرة أوي بتشتم عليه وبتقول إن هو مش كويس. هافهّمكم كده نبذة سريعة عن خمسات. خمسات حلو جدًا بالنسبة لدخل إضافي. يعني أكيد مش هنعيش عمرنا كله شغالين على خمسات. خمسات بييجي لك order كل فين وفين، أنت ورزقك وحظك. يعني ما شاء الله ممكن شهر مثلًا يدخل لك $100، شهر ممكن يدخل لك 200، في order واحد ممكن ييجي لك $100. طبعًا ال100 مش بتاخدهم 100، بتخصم 20% رسوم خمسات. زي ما اتفقنا قبل كده، الفلوس بتتحول لك على PayPal وبتسحبهم، تمام. المهم المهم أنا كنت باقول إيه؟ تمام. المهم بعد بقى ما جالي شغل من خمسات. خمسات طبعًا ممنوع إن أنت تتواصل مع العُملا خارج خمسات. بس أنا بصراحة شايفة إن عادي، يعني أنا بالنسبة لي عادي، العميل طلبني إن أنا أشتغل معاه بشكل شهري. فخمسات معقّدة أوي إن أنا أشتغل كموظفة بدوام ثابت بمواعيد والكلام ده. فوقتها كلمني اللي من شركة في الأردن واتفق معايا، هو بعت لي رقمه وبدأنا نتواصل خارج خمسات. دي كانت بدايتي في إن العملاء يطلبوني بره خمسات وأكسب أكتر. أشتغل بشكل يومي 8 ساعات كاملين. مثلًا في ال8 ساعات دول أي شغل يتطلب منّي أعمله. كان بيتطلب منّي من 2 ل8، من 2 سوري من 2 ل4 تصاميم في اليوم. وكنت الحمد لله واحدة، واحدة باكتسب خبرة أكتر وتصاميمي بتعلى وبيبقى فيها أفكار. مرّة على مرّة اشتغلت مع شركات بتوظّف كاتب محتوى، وكاتب المحتوى ده كان بيساعدني
في الأفكار. فكرة إن أنت تبقى مصمم وأفكارك كلها منك دي مش دايمًا بتبقى صح، لإن لو أنت شغال لشركة تسويق كبيرة عندها عدد عُملا كبير وعقود كبيرة، صعب إن أنت تخرّج في اليوم 5 أفكار كلها من دماغك، ده ما أظنش هيحصل، لإن أنت بتاخد وقت كبير أوي على ما تعمل تغذية بصرية، تجميع الصور، طبعًا الكلام ده كله ما قبل الذكاء الاصطناعي، تمام. فكان بيساعدني في ده كاتب المحتوى، بيجيب لي التصميم أو بيجيب لي brief كده فيه كل الأفكار اللي مطلوبة لليوم، ويقول لي إحنا عندنا يا نوران النهارده 4 تصاميم، ال4 تصاميم دول مرّة مثلًا لمطعم، مرّة لكذا، المهم إن أنا وقتها كنت شغالة لشركة تسويق. الموضوع كان مرهق جدًا، ما أكدبش عليكم، بس والله في أكتر فترة أنا كسبت فيها كويس لمّا كنت باشتغل بالنظام ده. كبرت بقى واتعلمت بقى والجو ده ما بقاش ينفع معايا شغل ال8 ساعات، وبقيت باشتغل بال4 ساعات part time أو إن أنا أشتغل بالtask يعني مثلًا يا نوران إحنا النهارده عندنا شغل فهنعمل 4 تصاميم، بكرة ما عنديش شغل، بعده ما عنديش شغل، الأسبوع كله ما عنديش شغل، كده يعني. كنت باتحاسب بالقطعة، وفي أوقات كانوا بيحاسبوني بالشهر اشتغلت ما اشتغلتش باخد مرتبي. طيب أنا باقول كل الكلام ده ليه؟ أنا بانقل لكم تجربتي و كل الأسئلة اللي ممكن تسألوها في فيديو يمكن يبقى طويل شوية، بس والله كل اللي أنا باحكيه ده حصل بالفعل. بدأت أكسب فلوس أكتر من بصراحة خمسات هي اللي كانت يعني أكتر حاجة أنا فاكرة إن جات لي منها عُملا محتملين ومحترمين مش جايين يهزروا زي اللي كانوا على فيسبوك والجروبات والكلام ده كلّه، كان بييجي لي منها عُملا فعلًا يالّا بينا هنشتغل، هنشتغل، وما زال لحد دلوقتي بييجي لي منها شغل الحمد لله، أي نعم طبعًا مش دايمًا بيبقى في شغل كل يوم، لأ الفترة دي شغل قليل على خمسات ما أعرفش السبب. يمكن عشان الناس اعتمدت على الذكاء الاصطناعي أكتر. آه، طيب فمعنى كده إن المجال هينتهي بسبب الذكاء الاصطناعي؟ أنا رأيي كنوران والله بجد الذكاء الاصطناعي مهما تطوّر، مهما حصل، العميل ما يقدرش يعتمد عليه 100%. لو عميل محترم مش هيضيّع وقته في إن هو يجرّب لنفسه تصاميم، هيحتاج برضه يستعين بمصمم ي يعمل تصاميم بأفكاره حتى لو الذكاء الاصطناعي مساعده، فده ما يضروش في حاجة. بس المهم التعديلات وكل حاجة دي محتاجة مصمم بني آدم، مش محتاجة رجل آلي ما يعرفش يعمل التعديلات. فأنا شايفة إن المجال ده مستمر إن شاء الله، بس الأهم إن أنتم تتطوروا. يعني أنا فكرت إن أنا طبعًا طيب يا نوران أنتِ هتعتمدي على الذكاء الاصطناعي 100% فأنتِ كده خلاص أنتِ ما بقيتيش مصممة وفقدتِ إبداعِك. الموضوع ده أنا فعلًا اتحشرت فيه كده فترة وفُقت منه الحمد لله، وبدأت إن أنا أقول لأ، الذكاء الاصطناعي هيساعدني بس مش بنسبة 100%. التصميم لازم يكون فيه روح وإحساس آدمي، ما يبقاش كده تصميم بارد مجرد كلمتين وطلّعت تصميم، لأ، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني في خلفية، في عنصر معيّن، في شكل موديل بدل ما نصوّر الموديل لأ، إحنا بقى عندنا حتّة إن ممكن نعمل photo session لأي شخص وإحنا قاعدين في البيت. فالذكاء الاصطناعي مش هيدمّر المجال، فيا جماعة ابدأوا اتعلّموا. طيب نبدأ نتعلّم إزاي؟ نتعلّم أونلاين والّا ناخد كورسات برّه؟ أنا شايفة لو أنتم في سِن يسمح لكم يعني إن أنتم تصبروا شوية ومش مستعجلين وعندكم وقت بجانب الدراسة بتاعتكم، أنا شايفة لأ، اتعلّموا أونلاين وعلى اليوتيوب مجانًا. في ناس كتيرة أوي، أوي، أوي محترمين، ولو طلبتوا منّي في الكومنتات أنا هادّيكم مصادر كويسة جدًا مجانية. يا جماعة والله ما هابخل عليكم بأي معلومة ولا بأي حاجة، والفيديو ده طالع لوجه الله، والله العظيم أنا مش محتاجة منّه حاجة حتى لو ما جاليش منّه 10 مشاهدات، أنا لسه ما حققتش ربح أصلًا على القناة فعادي، أنا باتكلّم معاكم كإخوات، أنا عايزة أساعدكم توصلوا لحاجة كويسة، خصوصًا بقى لو بنات، لإن أنا شايفة إن المهنة دي حلوة، أنا مش
مش ديكتاتورية والله ومش فيمينست والجو ده. انا شايفة ان الشغلانة دي ممتازة ممتازة للبنات. ليه بقى؟ لان انا مثلا، انا واحدة كمثال، انا بقالي 8 سنين في المجال، ولا مرة نزلت اشتغل عند حد. هتقولوا لي كنت اكتسبتي خبرة والكلام ده كله في المكاتب. والله انا عارفة ان دي حاجة حلوة، بس انا ما بستحملش، انا ما بحبش اطلع من البيت. فالثمان سنين كلهم انا قضيتهم كفريلانس من البيت. كنت بادئه يا جماعه بجهاز كمبيوتر. كان كمبيوتر ولا اللابتوب وقتها؟ والله ما فاكره ايه الاول. لا لا لا، بدات بالتعليم بتاعي بلابتوب كده كان مستعمل كنت وقتها مشترياه ب 800 جنيه. والله العظيم الجهاز كان تعبان فوق ما تتخيلوا. بدأت أتعلم عليه، وعندي صورة أصلا هبقى أنزلها لكم. كنت منزلاه على الانستجرام بتاعي الشخصي. ان اللابتوب انا بقى بدأت اتعلم عليه الفوتوشوب، ومصورة اللقطة دي ولسه محتفظة بيها. تمام. فبعدها تطورت ورحت جبت بي سي استعمال خارج. كان استعمال خارج ب1050 جنيه. واشتريت وقتها شاشة مستعملة برضو استعمال خارج ب250 جنيه. انا رغيت كتير، انا حاسة ان انتوا خدتوا عليا زيادة. بس والله يا جماعة انا بحكي قصة حياتي بكل صدق وضمير. معلش بقى، القناة قناتنا بقى والهوا هوانا والكلام ده كله. فبعدها ربنا اكرمني، واشتريت كده من مكان معروف في اسكندرية. انا من اسكندريه. انا بقول معلومات عني ليه؟ المهم، اشتريت جهاز كمبيوتر كان استعمال خارج برضو. بس كان بقى ايه، اعلى. يعني عشان انا بتتطور، بس ايه، واحده واحده. اشتريت الجهاز الكمبيوتر ده ب5000 جنيه. وقتها ال5000 جنيه دول كانوا يعني رقم، بس وقتها كنت الحمد لله بكسب. فاشتريت، قلت يا بت لا ما تبخليش في نفسك، وايه، اشتريه. واشتريت معاها شاشة أعتقد كانت في رينج 500. ما أنا بتتطور تاتا تاتا يعني. وقتها بقى ربنا بعدها أكرمني، الله أكبر. واشتريت البي سي اللي أنا شغالة عليه دلوقتي، اللي معدي 30,000 ومشترياه من 4 5 سنين. تمام. والشاشة سامسونج كيرف كده. كنت مشتريها ب5 تقريبا وقتها. فإحنا بدأنا واحدة واحدة، وبدأنا نعلى بالراحة، ولسه هنتطور أكتر. كان عندي مكتب، لا كنت شغالة والله على الترابيزة. لا كنت شغالة على الكومود. كومود بتاع الأوضة بتاعتي عادي، كنت حاطة عليه اللابتوب. تطورت وجبت مكتب صغير. بعدها جبت مكتب كبير. وبدأت أتوسع، جبت جرافيك تابلت وجبت مايك وجبت رينج لايت، كنت بعمل محتوى. فيا جماعة والله الحاجة بتيجي واحدة واحدة. وأنا مبسوطة وبجد سعيدة قوي 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 بكل حاجة أنا وصلت لها. وعايزاكم انتوا كمان توصلوا لحاجة بتحبوها، سواء في المجال ده أو أي مجال تاني انتوا هتدخلوه. بجد لاقوا شغفكم، وما تستنوش بقى جو أنا هبدأ بكرة. طب أنا هبدأ لما يبقى معايا فلوس. ابدأوا بأقل الإمكانيات، عشان لما توصلوا يبقى عندكم الفرحة اللي عندي دي. ربنا يرزقكم يا رب فرحتي. طيب، احنا هنا انا بتكلم بكل صدق وشفافية. واللي اتفرج على فيديو خمسات اللي انا عاملاه، والله يا جماعة انا ما بحور. كل الكلام ده حصل بالفعل، والحمد لله انا مستمر. طيب احنا عايزين نتعلم حاجة. نتعلم مهارة التواصل مع الجرافيك. ما ينفعش تبقى بتنشن مع العميل قوي، وبتكلمه بشكل سوقي وبشكل مش بروفيشنال. فطبيعي العميل هيطفش منك. وحاجة كمان، عايزين نتعلم الالتزام. يمكن الحمد لله الحمد لله من كرم ربنا وفضله ومنه عليا، ان انا كنت من الناس الملتزمة جدا. والميعاد اللي بقوله للعميل كنت بحارب عشان ما اتاخرش عنه ساعة واحدة. يعني اقول للعميل كمان 4 ساعات، اسلمه كمان ساعتين او 3 ساعات. فلازم الكلمة اللي تطلع منك تبقى قدها، عشان ده بيخلي شكلك حلو قدام العملاء، ويقترحوا ليك شغل تاني. يعني في عملاء عندي جابولي شغل تاني، ووظفوني عند ناس تانية. والله يعني ناس كان محترمة قوي بجد، ناس ربنا يبارك لهم.
فممكن نتكلم في إيه كمان، نسأل على إيه كمان، عشان أنا كده سحلتكم في قصة حياتي. أجيب لكم الأسئلة، ماشي. طيب أنا حد لسه بابدأ يا نوران، ومش عارف أعمل إيه بعد ما أنا أخدت مثلا كورس مثلا على اليوتيوب. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ تمام، أنت بدأت تتعلم الأدوات. الأدوات دي ممكن تبقى أسهل حاجة في رحلتك للجرافيك. طيب إيه الصعب؟ الصعب التطبيق، وإنك تعمل تصميم من الصفر مع نفسك. إيه اللي هيسهل عليك المرحلة دي؟ قناة مثلا زي قناتي، أو مش شرط أي حد تاني يكون بيقدم تحديات وتاسكات كده. يعني أبعت لك مثلا أقول لك إيه، محتاجة 4 تصاميم عن السفر، وهديك كام جملة. ده هيدرب إيدك إن أنت تفكر مع نفسك. إيه كمان أنا بنصحك بيه؟ البنترست، زي ما احنا اتفقنا قبل كده. واللي ما سمعنيش قبل كده وما يعرفنيش، انا بقول لكم في كنز يا جماعة. والله البنترست ده كنز 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 فوق ما تتخيلوا. في كل الافكار والحاجات اللي ممكن تتعلموها. طيب بما انه الفيديو ده مش هيبقى فيه منتجة واللخبطة اللي انا بقولها في الكلام دي، والله انا مش هشيلها، عشان ده فيديو زي ما انا قلت كده، زي ما يكون بودكاست وشوية فضفضة كده معاكم عفوية. اعملوا شبكة علاقات حلوة. لما تتعاملوا مع عميل وتحسوا ان هو ممتن ليكم وحبيبكم، كل فترة كده مثلا بعيدة ممكن تعرضوا عليه خدماتكم. طيب احنا قلنا لو انتوا لسه بادئين هتتعلموا ازاي تطبقوا التصاميم. حد يديكم تاسك، حد من قرايبكم ممكن، يعني مثلا اخوكم اختكم الكلام ده كله، يديكم حاجات وهمية تعملوها. يعني ممكن نعمل لوجو واحد وهمي، مثلا لوجو عن الاستيراد والتصدير او اي حاجة وهمي. تمام، ونعتبره ان ده كلاينت عندنا ومحتاج تصميم معين بشكل معين. هنجيب الافكار منين؟ بنترست زي ما احنا قلنا. هنشوف التصاميم اللي موجودة ونبدأ نحللها، ونشوف الجملة معمولة ازاي سواء عربي او انجليش، ونشوف العناصر متركبة ازاي. واحدة واحدة، عينينا لما تاخد على التصاميم النظيفة والحلوة هنقلدها. بمعنى لو التغذية البصرية بتاعتنا كانت تلوث بصري مش تغذية، فدي كارثة. لو انت بتتفرج على تصاميم ناس مش بتعرف تصمم، عينك هتاخد على الأشكال اللي مش مظبوطة والعناصر اللي مش متساوية، وهتبقى زيهم مهما كنت. لازم تبص للأعلى وما تحبطش من ده، لأن والله والله كلنا كنا صفر، كلنا كنا صفر. وخلي بالكوا احنا لسه بنتعلم. أنا 8 سنين ولسه بتعلم من الزملاء، ويمكن في ناس بادئة بعدي على اليوتيوب، وانا بتعلم منها. وده مش حاجة عيب خالص، احنا طول ما احنا عايشين هنتعلم، بنتعلم من بعض. انا هنا اتعلمت حاجة بسيطة فباجي اسهلها لكم. اي حد فيكم يعرف اي معلومة ما يبخلش عليها، ما يبخلش بيها لحد. تمام، انا رغاية قوي، انا رغاية جدا. تمام. ازاي نستهدف طيب عملاء من بره؟ زي ما احنا قلنا في موقع خمسات، او مستقل، او من الجروبات على فيسبوك، نعرض خدماتنا للناس المناسبة. في حاجة كمان عايزة اقولها لكم ومن قلبي، ما تبقوش لحوحين زيادة او زنانين زيادة على العملاء. انا لازم يبقى ليا برستيجي، ولازم يبقى ليا تقلي مع العميل. ما ينفعش انا كنوران مثلا لسه بادئه اهو اروح افضل ارمي لينك البيهانس او معرض اعمالي كل 5 دقايق عند نفس العميل، واقول له انا عامله عروض، تعالى اشتري، انا عامله خصم 50%، انا بعمل تصميم ب50 دولار، قصدي ب50 جنيه، يا ريت 50 دولار. فما ينفعش، ما ينفعش خالص. طبيعي ان انت لو مبتدئ طبيعي سعرك يبقى قليل، وانا مع جدا، بس مش لدرجة 50 جنيه يا جماعة، والنبي مش لدرجة 50 جنيه، ما توصلهاش لكده. طب ازاي نسعر شغلنا يا نوران؟ دي عليها جدل شوية، بس انا شايفة لو انت مبتدئ جدا 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 ما تبدأش تبيع على طول. لو انت مبتدئ جدا جدا، لا، لازم تبقى واثق من شغلك قبل ما تسلم العميل القرار يعني. يعني ما ينفعش تروح لعميل وتدمر له شغله
و... وتعمل له مليون نموذج عشان بس هو يشتري منك نموذج واحد. ما انت كده ضيعت نفسك وضيعت هيبتك وضيعت سمعتك. ما انت اسمك ده هيبقى ليه بعدين رنة، يعني هيبقى ليه بعدين شأن. فلو انت ناوي تكمل في المجال، ما انصحكش ابدا تبدأ تشتغل باسعار زهيدة عشان انت لسه بادئ. لا، انت تطور نفسك حبة حبة وابدأ تقيل شوية. يعني ابدأ مثلا $150 سوري 150 جنيه مثلا لتصميم السوشيال ميديا. ده لو اتخصصت في السوشيال ميديا. ما انت ممكن تتخصص مطبوعات، تتخصص موشن جرافيك، تتخصص اي حاجة. انا مش بقول لكم على حاجة معينة تتخصصوا فيها. انا بتكلم كمجال جرافيك ديزاين، وانا اشتغلت سوشيال ميديا ديزاين. بشتغل حاجات خفيفة كده بس انا بحبها وعندي شغف فيها ومكملة فيها ان شاء الله. طيب، في ايه كمان ممكن نبدأ فيه؟ في مواقع بقى أجنبية زي Upwork والكلام ده كله. بس أنا بصراحة ما عرفتش أتعامل عليه. يعني أنا الإنجليزي بتاعي مش قوي، وبحاول للأسف. خدت 500 كورس بس ما بكملش فيهم. فالإنجليزي مهم جدا للأبورك وللمواقع الأجنبية عشان تعرف تتعامل معاهم، لأن طبعا هناك أكلين الجو قوي وخصوصا الهنود. فهيبقى صعب عليكم في البداية. طيب، ايه كمان ممكن نتكلم عليه قبل ما نقفل؟ انا عايزه صح اي حد بيسأل على اي حاجه انا ما جاوبتش عليها او ما عملتهاش، يبعتها لي هنا في الكومنتات والله وهجاوب عليها على طول. مش هبخل عليكم بأي حاجه. طيب، ازاي اضمن حقوقي على التصميم قبل ما اديله للعميل؟ انا شايفه لو انت مبتدئ لازم، طبعا مش هتعرف ان انت تقنع العميل انه يدفع مقدم. انا لحد دلوقتي ما بشتغلش مع حد لو مش هيدفع مقدم. التصميم مثلا ب10 دولار. ال10 دولار هيتحولوا لي الاول قبل ما انا اشتغل معاك اصلا، تمام؟ مادام خارج منصه زي وسيط او الكلام ده كله. فعشان النصب كتير اوفر انا باخد فلوسي مقدم. انا عشان ليا وقتي وليا خدماتي وليا شغلي اللي واضح ان انا بقالي سنين شغاله. فبقدر ان انا اتجرأ على العميل في ده. بس لو انتوا لسه بادئين قدامكم حاجه من الاتنين: لو شغلكم حلو ومقبول تقدروا تطلبوا 50% بس كعربون من التصميم، تضمنوا بس حسن نية العميل. لأن في عملاء بيبقوا عايزين يجربوا، يعني يجربوا شغلك، ما عجبهوش يروح لحد تاني وهكذا وما يدفعش ربع جنيه. فانتوا هتبقوا خسرانين جهد ووقت. فالصح تطلبوا منه 50% على الأقل من سعر المتفق عليه اللي انتوا هتتفقوا عليه يعني. طيب، هو احنا لسه بادئين قوي وما نقدرش نتجرأ على كده. حابين ان انتوا تتعلموا وتشوفوا ممكن يبقى عميل كويس وعميل وحش، وحابين تجربوا التجربة دي. اعملوا على التصميم بتاعكم اسمكم مكرر ووتر كده. الاسم مكرر اكتر مرة. يعني انا مثلا كنت بعمل وما زلت والله على خمسات اوقات بعمل الكلام ده في الناس اللي انا مش بثق فيها. باعمل اسمي نوران 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 بالانجلش كده كتير كتير تحت بعض بلون ابيض بس شفاف على تصميم، بحيث ان التصميم ما يبقاش مشوه طبعا، بس يبقى باين حاجة بسيطة كده ان عليه حقوق، ان عليه اسمي، انك ما ينفعش تستخدمه كده من نفسك. فطبعا لو انسان صادق وشاف التصميم وعجبه هيدفع لك الفلوس. ما عجبهوش هيطلب تعديل، او لو خلع خالص على الاقل مش هيستفيد بالتصميم. تمام. بعدين بقى لما تبقى قوي قوي اطلب مقدم عادي. في ناس كتير بتقبل وفي طبعا ما بيقبلوش لحد دلوقتي عادي. في حاجة اسمها بقى استثمروا في أدواتكم. زي ما أنا قلت، أنا الحمد لله بدأت ب 800 جنيه وعليت ل 30 وأعلى وأعلى وأعلى، وإن شاء الله هعلى أكتر من كده. طيب، احنا مش معانا فلوس نبدأ. ممكن نجيب جهاز مستعمل قبل كده. وانا برشح اكتر البي سي، لان سعره هيبقى مقبول قوي مقارنة باللابتوب. تمام. طيب، ايه كمان ممكن نتطور فيه بعد لما ربنا يكرمكم وتبدأوا تكسبوا؟ انا بقيت بشتري برامج ادوبي لان انا بقيت شايفة ان حرام استخدمها من غير ما ادفع فيها. تمام. وده الصح يا جماعة. مش هنقول عكس كده ونجمل
الحقائق. تمام. في ايه كمان؟ تعملوا إيه مع العميل اللي بيطلب حاجات خزعبلية وتعديلات لا نهائية وبيقرفكم في حياتكم؟ هو للأسف الموضوع مُزعج حبتين، ولازم يبقى عندكم طولة بال وصبر ولباقة في الكلام، وتبقوا عاملين لنفسكم هالة كده، يعني عاملين لنفسكم prestige كده وأنتم بتتعاملوا مع العُملا عشان ما تتاكلوش يا حبايبي، يعني أنتم ممكن تتاكلوا من العميل لمّا يشوفكم بقى cute بقى ويا عيني بنوتة مش عارفة تطلب حقّها أو حد لسه بادئ ومش عارف يطلب حقّه. لازم قبل ما تبدأ مع العميل تبقى معلّمه أنت هتعمل إيه، يعني أنا مثلًا هاعمل شعار، هاعمل logo، فباقول للعميل ليك 3 نماذج بحد أقصى بالسعر المتفق عليه، اللي هو أصلًا هابقى بالفعل واخدة فلوسه يا كاملة يا 50%. تمام. ليك 3 نماذج، أول نموذج ما عجبكش عايز تعدّل عليه تمام، مش عايز فباعمل لك نموذج كمان، ما عجبكش باعمل لك نموذج التالت، ما عجبكش بقى ال3 كلّهم فأنت بتدفع رسوم زيادة عشان هو المفروض يعني إن العميل بيوصّل لك هو محتاج إيه، وأنت لازم برضه تفهمه، عشان كده أنا باقول ما تبدأوش غير وأنتم فاهمين أنتم بتعملوا إيه، عشان حرام برضه يعني تضيّعوا على العميل العربون اللي هيدفعه. ال3 نماذج المتفقين عليها ما عجبوهوش، فأنت كده بالفعل متّفق معاه إن العربون مش بيرجع، وإن أنا بالفعل اشتغلت على 3 نماذج وأنت ما عجبكش، فأنا ضيّعت وقتي ضيّعت جهدي، فهو الطبيعي إن خسارة من عندك وخسارة من عنده. تمام. خلّيكم بس يا جماعة عندكم حتّة الأمانة، أمّنتكم أمانة، خلّي عندكم أمانة، عشان في ناس كتيرة أوي بتخاف، عُملا يعني، بتخاف تدفع بسبب إن آآ مش عايزة أقولها، بس في ناس بتستحِل الحرام يعني، يعني في ناس بتقبل على نَفْسها إنها لمّا العميل يدفع مُقدَّم تاخُد الفلوس وتعمل block. ربنا يشهد عليّا إني عمري ما عملت كده ولا هاعمل كده أبدًا، أبدًا، أبدًا مهما حصل. طيب بتعملي إيه وبتواجهي إيه لمّا العميل يبقى باعت لِك فلوس مثلًا ويغيّر رأيه ومش عايز شغل؟ لو أنا كنت بدأت شغل بالفعل وضيّعت وقتي، باخصم الوقت وباخصم الجهد اللي أنا عملته وبابعت له باقي المبلغ لو المبلغ كبير. لو وحصلت أكتر من مرّة إن حد كان بيدفع معايا شهر مُقدَّم، عشان أنا كنت باجبرهم على كده بصراحة، ويقول لي: "يا نوران حصل ظروف ومعلش مش هنعرف نكمّل." ومش عارفة إيه، والله ما كانوش بيطلبوا فلوس يعني كانوا مؤدّبين، فأنا باقول لهم: "لأ طبعًا ما دام أنا ما اشتغلتش الفلوس هترجع لكم كاملة." لو أنا كنت اشتغلت في تصميم، فأنا باخصم تمن التصميم بس وبارجّع لهم باقي الفلوس. خلّوا عندكم أمانة عشان العُملا بتشتكي والعُملا بتعاني من الناس اللي لسه بادئة، ما تفرحش بمكسب دلوقتي قليل، بس مكسب حرام، ومكسب هيضر سُمعتك وسُمعة زملائك وهتتحاسب عليه. فخلّي عندكم أمانة، أنا متأكدة إن أنتم كده إن شاء الله خير يعني. آآ وما تزعلوش على الشغل اللي بيتلغي، وما تزعلوش على العُملا الaggressive شوية. أنا قابلت مواقف كتيرة أوي وكان في ناس سيئة، وبجد ناس بتحبط أوي. أنا ما زلت لحد دلوقتي في القناة يعني، والله أنا باتشتم و وباتشتم مش عارفة ليه، يعني أنا ما عملتش أي حاجة تضر حد، بالعكس أنا موجودة هنا عشان أساعدكم، وما زلت باقول لكم أي حد محتاج أي حاجة يبعت لي، محتاج أي ملف من Freeback، محتاج أي حاجة أساعده بيها، والله عينيا ليكم. فأنا باتشتم ليه؟ أنا ما أعرفش، بس هتلاقوا في كل مكان وفي كل مجال الحلو والوِحِش، عشان دايمًا بيبقى في حلو ووِحِش في كل حاجة، حلو وحادق. أنا ما زلت في ناس بتنتقدني وبتعاملني بأسلوب مش كويس في الكومنتات، أنا طبعًا باخفيها، بس والله أنا يا جماعة أنا مش جاية في حرب، أنا جاية أساعدكم. أنا رغيت عليكم كتير أوي صح؟ صح؟ أنا آسفة والله أنا آسفة جدًا، بس كفاية عليكم كده النهارده، أنا حاسة إن أنا رغاية. أنا بُقّي تعبني. فالفيديو ده مش هيتمنتج أصلًا وهينزل زي ما هو، أنا بس منزّلة إيه رأيكم صح في التصميم؟
أنا كنت باتسلى وقُلت أنا عايزة أنزّل فيديو، فقُلت أعمل حاجة سريعة كده معاكم حتى سرّعتها، ولو حابين التصميم ده أنزّل لكم إزاي عملته بالتفصيل وجِبت الصور منين، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا عينيا ليكم. كانت معكم نوران مدكور الرغاية من بودكاست لأ هو مش بودكاست أصلًا، من برنامج Pixel Space ويالّا تصبحوا على خير.